في مشهد واحد بس ظهرت ست يونانية في فيلم أبيض وأسود. دور بسيط ما يتعداش الدقيقة، لكن ورا المشهد ده في قصة بتتحكي بقالها سنين. قصة خيانة وقتل وسرقة وهروب. بيقولوا إن الست دي اتعدمت علشان مشهد، بس هل فعلا ده حصل؟ ولا دي مجرد إشاعة الناس صدقتها علشان شكلها مثير؟ أنا دورت وجبت لكم الحقيقة الكاملة، بس خليك معايا لآخر الفيديو علشان تعرف أصل الحكاية. هل ممكن نجمة سينما اتعدمت علشان مشهد واحد بس في فيلم؟ اللي هقوله النهاردة أغرب من الخيال، وفي الآخر هسيب القرار ليك، يا تصدق أو تعتبرها خرافة. تعالوا نرجع ورا شوية كده لسنة 1937. نجيب الريحاني أسطورة الكوميديا بينزل فيلمه الجديد سلامة في خير، والناس كلها بتتكلم عنه. في وسط الفيلم بنشوف مشهد بسيط، ست يونانية شكلها غريب واقفة مع ابنها بتتكلم مع نجيب الريحاني وبتجسد دور جارتهم. الشخصية دي اسمها مدام يني. الممثلة اللي قامت بالدور دي كان اسمها جربيس، ودي أول وآخر مرة تظهر فيها على الشاشة. بس المفاجأة إن القصة ما وقفتش هنا. في عرض خاص للفيلم في اسكندرية، راجل من الحضور بيصرخ فجأة لما بيشوف الست دي على الشاشة، وقعد يقول دي مراتي، دي قتلت أخويا، دي سرقتني. الدنيا اتقلبت. الشرطة قبضت عليه هو والمخرج نيازي مصطفى علشان يفهموا إيه اللي بيحصل. والراجل حكى قصة طويلة شبه الأفلام فعلا. قالوا إنه جواهرجي غني واشتغل معاه بنت يونانية مثقفة، واتجوزها بعد ما أسلمت وبقت اسمها فاطمة والي. وبعدين اكتشف إنها بتحب أخوه وإنه بيتحرش بيها، فقتله ودفنوه وكذب على أمه وقال لها إنه سافر إيطاليا. بس أمه فضلت تدور ما يأستش، فلما جربيس عرفت إنها خطر عليها قررت إنها تقتلها، وخنقتها ودفنتها جنب ابنها. وبعدها هربت وسرقت كل فلوسه واختفت. سنين بعدها الراجل بيشوفها في الفيلم وبيبلغ الشرطة، لكن الشرطة تقبض عليها ويتحكم عليها بالإعدام هي وجوزها الأول سنة 1939، وهي بتحاول تهرب لليونان. قصة جامدة صح؟ فيلم كامل جاهز يتصور. بس تعالى بقى نبص على الحقيقة. أنا دورت في كل حتة: أرشيف السينما، مذكرات نيازي مصطفى، الصحف القديمة، سجلات المحاكم، حتى أسماء الممثلات اليونانيات في مصر وقتها. والنتيجة مفيش ولا مصدر موثوق بيأكد القصة دي. مفيش اسم جربيس، مفيش حكم إعدام سنة 1939 مرتبط بالقصة دي أصلا. كل اللي لقيناه إن في مشهد فعلا في الفيلم في ست يونانية، لكن القصة كلها غالبا من اختراع الإنترنت، وفضلت تنتشر وتتكرر. زي ما بيقولوا كدبة بتلف العالم قبل ما الحقيقة تلبس جزمتها. بس ده ما يمنعش إن القصة مشوقة جدا، ويمكن علشان كده الناس حبت تصدقها. على فكرة أنا مش هنا مش علشان أقولك تصدق أو تكذب، أنا هنا علشان أقولك اتأكد قبل ما تنقل، وأوريك إزاي السوشيال ميديا ممكن تحول إشاعة لقصة تاريخية كاملة. وفي النهاية لو عجبتك الحكاية دوس لايك واشتراك في القناة، واستنى مني قصص تانية أغرب من الخيال، بس المرة الجاية.